بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. اولا كده معلش عشان صوتي، عشان عندي برد يعني، بس بقالي كتير ما سجلتش فيديوهات، فقلت بقى ما بديهاش بقى اطلع بقى والاستعانة كده بالله ونعم بالله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لو اول مرة تشوفيني فانا اسمي ايمان، عندي 26 سنة وام البنوتين عائشة وحفصة. بقدم طبعا روتينات وطبخ واكلات جديدة وحاجات كده حلوة، وهتكلم كده في كل فيديو عن موضوع بسيط كده. طبعا زي ما انتوا شايفين النهاردة هعمل روتين لأوضة النوم بتاعتي اللي هي بفتحها وبسقي الزرع وبنضفها وكده. وهتكلم معاكم في موضوع كده بسيط كل مرة: لا تبطلوا الثواب ولا تبطلوا الأثر الجميل. ربنا في القرآن بيقول: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. الأذى إن أنا أذلك على وقفتي جنبك، أو صرف عليكي، أو مساعدتي ليكي، أو استحمالي لأهلك، أي حاجة فيها كرم. يعني قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، لأن ده بيوجع القلب قوي. والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن إني أفكرك بفضلي عليك، أما الأذى إني أفكرك باحتياجك وإنك كنت ضايع وأنا اللي أنقذتك. الاتنين بيوجعوا. لا تبطلوا هنا فيها حاجتين: لا تبطلوا الثواب ولا تبطلوا الأثر الجميل ولا تبطلوا الأثر الجميل بتاع كرمك ودعمك وسندك ووقفتك جنبي. لا تبطلوا بوجع إنك تذلني، فالوجع ده ينسيني كرمك عليا. ده نوع من التناقض العاطفي اللي بيخلي الواحد عايز يستقبل العطاء والجمال، بس فاكر إنه هيتذل بسببه بعدين. فخدوا بالكم من المسألة دي. ده كده موضوع. فاللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فبسم الله كده. أول حاجة هنا فتحت الشقة كلها، فتحتها وبعد كده ايه، بدأت في تنظيف هنا ايه عذرا. بدأت هنا في تنظيف الأوضة عشان البرد كده ايه صعب اليومين دول، فربنا طبعا يرحمنا كده ويعفو عنا. وبندعي برضو لشهدائنا في تركيا وسوريا، بجد الواحد زعلان عليهم جدا. ربنا يرحمهم كده، يرحم المتوفي منهم، ويصبر اللي عايش واللي ماتوا واللي كان عندهم قنوات. بجد الواحد اليومين اللي فاتوا كان متأثر اوي بيهم. تعب بجد نفسيا من كتر فيديوهاتهم. ولكن ده بيعلمنا ان احنا ممكن في يوم وليلة معدناش نبقى موجودين. فنلحق ان احنا نغير من نفسنا، نغير من حالنا. يعني بجد حاجة صعبة خالص. واللي عندها أولاد يعني ربنا يرحمهم ويصبرهم على الابتلاء اللي هم فيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. انا هنا زي ما انتوا شايفين كده مسكت طبعا الأوضة، غيرت فرشة السرير، والفرشة اللي انا غيرتها حطيتها في الغسالة على طول. لميت الهدوم اللي كانت على الكرسي هنا حطيتها مكانها. التسريحة مسكتها مسحتها، البلكونة مسكتها نفضتها، الدولاب طبعا مسكته نفضته. طلعت المخدات وكده والخداديات عشان في البلكونة تتهوى. طبعا انا جايبة مقشتين: المقشة اللي هي الخشنة دي للسجاد اكنسه بيها، والمقشة الناعمة للبلكونة همسكها اكنسها برضو. ببدأ اكنس كده كله زي ما انتوا شايفين. وما اخلص بقى كله مسح بقى، والدولاب وكل الخشب وكل التراب وكل حاجة، كل التراب اللي موجود يعني هبدأ ادخل تاني المخدة وكده والخدودية، وابدأ ان انا اقفل البلكونة، ويبقى كده ده روتيني للأوضة. يعني روتين سهل وسريع خالص مفهوش اي تعب. اتشجعي كده وصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وقومي واستعيني بالله. اي حاجة بتخلص كده بالاستعانة بالله، وربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب. وفي آخر الكلام عايزة أقول لكم: سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.